بص يا عمي، في حاجة بتقول لو انت ما عندكش خطة ليومك هتبقى جزء من خطة الآخرين. علشان كده هقولك على 3 حاجات عشان تزود الإنتاجية بتاعت يومك، بدل ما يومك يعدي وتحس نفسك اليوم بدأ وخلص وانت ما عملتش حاجة في حياتك. أول حاجة، قبل ما تنام تطلع ورقة وتكتب انت المفروض عندك ايه بكرة وترتبه. 2، قبل ما تنام تاخد خطوات ناحية الحاجات اللي انت المفروض هتعملها بكرة. تليفونات بقى، مكالمات للشغل، حاجات خارج مع اصحابي، جيم، مش عارف ايه، المهم تعمل تليفونات عشان تدبس نفسك في انك بكره عندك حاجات هتعملها. رقم 3 والاخيره، اول ما تصحى من النوم في قاعده بتقول win your morning win your day، يعني لو فزت بالصبح بتاعك هتفوز بيومك. اولا ما تبصش على تليفونك اول ما تصحى من النوم ابدا. دي ليه؟ لانك اول ما تصحى من النوم وتبص على التليفون بتشتبك مع الاخرين وبتبقى جزء من الخطه بتاعتهم. لا، بص على الورقه اللي انت كتبتها وابدا اكد على المواعيد ودوس، وافتكر لو ما عندكش خطه هتبقى جزء من خطه الاخرين. فكر فيها.